برحب بإيرين فادي، واحده من ابطال فيلم عيله ميكي، منورانا عناية الدراما النشره الفنيه فلاش. إيرين، متهيألي انت اول مره واختيار اكرم فريد ليكي في عيله ميكي، اكيد لازم نعرف ايه الاختيار ده. والفيلم ده كنت اكيد فيه اول فيلم سنه اولى تمثيل، ايه الاخبار؟ فعلا دي اول تجربه ليا في عائله ميكي. الفيلم او دور جالي عن طريق استاذ اكرم اختارني للدور. مني في معهد بقى لي في دور ولازم تيجي تجربي وتعملي. هو مخضوضه في الاول ومستغربه، بس فعلا رحت قريت السكريبت وتجربه حلوه جدا. الفيلم فيلم اسره، فاكره نفسها مثاليه بس هي مش مثاليه. يوم فعلا يوم من اي اسره مثاليه او من اي اسره مصريه. كل واحد فيها ليه حكايه في الفيلم. حكايته هتكمل لحد من اول فيلم لحد اخره. هتشوفوا مشاكله، هتضحكوا، هتركزوا، هتشوفوا كل فيلم وليه دخلاته. الاسره المصريه الحقيقي كل اسره مصريه فاكره نفسها اسره مثاليه، بس هي مش اسره مثاليه. ده اللي احنا بنحب قوي الافلام اللي هي فاميلي موفيز. شايفه الفيلم دوت بقى، تكلمينا عن الدور الاول وكلمينا عن اللي انت حاساه كفيلم. اعتقد انه فيلم مختلف عن افلام كتير قوي هتنزل معاها. الفيلم اجتماعي قوي واسري قوي وقريب جدا من الناس. دوري ميادة بنت مراهقه عندها 17 سنه. ميادة مش مختلفة عن أي حد في سنها، بنت زي أي بنت، بتخرج مع أصحابها، بتقعد على النت، بتخرج، بتضحك. يعني مامتها مش قريبة منها شوية، هي البنت الوحيدة. هي البنت الوحيدة، كل اخواتها ولاد، مش قريبة من مامتها وكفاية، مع أصحابها قوي. ميادة بتحاول زي يكون ليها أصحاب من أي مكان، حتى لو ناس جديدة أول مرة تعرفها، زي يكون ليها علاقات بولاد ناس أول مرة تحتك بيها. عن كل اخواتها. ايه اللي حاساه في مختلف في الفيلم ده عن كل الافلام اللي نازله معاه في سيزون العيد؟ ايه اللي انت حاساه كواحده الفيلم ده بتاعك؟ فيلم اجتماعي قوي قوي، بينفع لكل الاعمار، صغير وكبير. يا رب يعجبكم. ميرسي جدا ميادة. ميرسي يا إيرين، منورانا. ميرسي قوي. الأسرة مثالية، صح كده؟ صح كده. طيب خلينا نتكلم الأول بس عن الفيلم ازاي اتغير اسمه من هنا لهنا. أنا شايفة إن الأسرة المثالية شوية يعني دراما شوية، عائلة كوميدي وحاجات كده. بصي، هو الفيلم لغاية لما خلصنا تصوير كان اسمه الأسرة المثالية، بس احنا لقينا ان الاسم شوية مش جماهيري يعني لما خدنا رأي ناس كتير بيحبونا يعني، وقلنا لهم احنا اسم الفيلم بتاعنا كذا، فقالوا طب لا، ما يعني شوية تحس ان هو مسلسل اكتر، تحس ان هو برنامج، بس ما تحسش ان هو فيلم يعني. برغم ان رغم ان انا شايف ان هو الاسم الحقيقي كان هيبقى الأسرة المثالية، بس عائلة ميكي اسم تجاري اكتر، اسم قريب الناس اكتر، اسم لما تسمعه قول الله ده ايه ده، فتشوفي بس عايزه. وبعدين سواء الأسرة المثالية او عائلة ميكي، المهم المحتوى يعني، مش مهم اللفه. ممكن الف لك لفه لطيفه قوي، بس ايه اللي جوه يعني، لازم اللي جوه يبقى حلو يعني. هي القصه كلها ان احنا بنبتدي نخسر الجمهور بس بالاسم، لان زي ما انت قلت فعلا الاسم لما بيبقى تقيل ولا بيبقى مش معتاد، الناس بتبتدي تبعد شويه عن بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن ايه اللي هو اسره مثاليه او عائله ميكي. والله اللي جوه الأسرة المثالية أنا شايف إن هو يعني هو زي ما احنا بنقول كده تشريح للمجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في خلال ال 15-20 سنة اللي فاتت. احنا خلال ال 15-20 سنة اللي فاتت في تغيرات كتيرة جدا حصلت في المجتمع المصري، احنا ما رصدناهاش عن طريق السينما وفي ولا فيلم من الافلام، رصدناها يمكن عن طريق بعض الافلام اللي ما كانتش بتتكلم على اسرة جوه اسرة، كانت بتتكلم على حي شعبي، كانت بتتكلم على نماذج جوه مكان، بس ما اتكلمناش على اسرة حقيقية يعني، اسرة مكونة من اب وام وافراد يعني. ايه مشاكلهم، ايه حياتهم، بيعيشوا ازاي في وسط التطور اللي بقى موجود ده. فاحنا رصدنا كل ده من خلال واقع اسره بسيطه جدا زيها زي اي اسره موجوده في مصر، وبنشوف بقى التغيرات اللي حصلت فينا من خلال اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ايه اللي حصل بقى من 15-20 سنه؟ ولا كان في فضائيات، ولا كان في تليفون محمول، ولا كان في السما المفتوحه دي، ما كانش في حاجات كتير قوي. التغيرات دي مؤكد عملت حاجات كتيره جدا جوه الاسره، سواء اذا كان بالسلب او بالايجاب، فاحنا هنشوف ده في الفيلم. ازاي اقنعك للبيبه انها تنزل الحاجات؟ هل دي ضروره دراميه علشان حتى كمان تطلع من بدايه الاسره، ولا كانت الحاجات
كان ليها ضروره طبعا، لان زي ما بقول لك لبلبه طبعا ايه هو اللي ضروره لانه انا اوت اوف لا لبلبه كان لازم تلبس الحجاب طبعا، وده ليه ضروره جدا، ليه ضروره لان لبلبه طالعه بدور موظفه في مصلحه حكوميه. احنا رحنا وسالناه ولقينا ان 99% من الموظفات اللي في المصالح الحكوميه هم بيبقوا محجبات. يعني ايه اللي يخلينا نقدم بعد كده شخصيه عكس ال 99؟ يعني ليه نقدم 1%؟ ونقدم 99% اللي هي بتتعامل انها بتلبس الحجاب وتروح شغلها، ولما ترجع من شغلها بتقعد في البيت تقلع الحجاب قدام الناس، لما يجي ضيف او حاجه بتلبس الحجاب تاني او بتلبس اي شرب زيها زي اي حد، زيها زي كل الاسره المصريه اللي احنا بنخش البيوت بنشوفهم، اللي هي بتبقى مش لابسه الحجاب، اول ما اخبط الباب وانا بفتح الباب فتلاقيها بتلبس اي شرب عشان تغطي شعرها. خلينا نتعامل بشكل طبيعي شويه. طيب انا عارفه ان الفيلم اتعرض من فتره طويله، واعتقد انه ممكن يكون وارد على موسم صيفي. هل يعني تقريبا الفكر ده هروب من موسم الصيف والاكل اللي بيبقى فيه، ولا الحكايه جت ازاي؟ لا بص، هي دي يعني موضوع ان الفيلم يتعرض امتى ده موضوع خاص بالشركه المنتجه. هي ادرى مني وافضل مني في انها تحدد الميعاد المناسب ليها انه يتعرض فيه الفيلم، لانه في الاخر دي ده فلوسها وهي ادرى بفلوسها اكتر مني يعني. فهم لقوا ان الميعاد ده هو الميعاد المناسب عشان الفيلم يتم استقباله بشكل كويس والناس تتفرج عليه بشكل احسن، وفي نفس الوقت يبقى برضه مفيد بالنسبه لهم ان هو حقق ايرادات كويسه. طيب الفيلم هيبقى كوميدي ولا هيبقى يعني دراما خالص؟ لا طبعا الفيلم مش دراما خالص، الفيلم لايت كوميدي. احنا بنلعب طول الوقت على الكوميديا، بس كوميديا الموقف. احنا بنتكلم على كوميديا الموقف. كوميديا الموقف معناها ان احنا بنقول يا اخوانا احنا بنقدم مواقف مش افيهات لفظيه، بنقدم مواقف تضحك، وفي نفس الوقت بنقدم مواقف انت بتضحكي من انت شايف حد شبهك قوي. غالبا لما الانسان نشوف حد شبهه قوي وبيتحط في موقف ما بيبتدي يبتسم او بيضحك على نفسه، يعني ان هو اتحط في نفس الموقف ده. الجديد عندك الجديد ان احنا بنصور دلوقتي فيلم اسمه اي سي، برضه تبع نفس الشركه المنتجه نيو سنشري، ومع المؤلف الاستاذ عمر جمال. وان شاء الله باذن الله يعني قريب خلال يعني بعد العيد ب3-4 ايام كده هنخلص اخر 3 ايام. ابطال الفيلم مجموعه برضه من نجوم جديده، 3 ولاد وبنتين، واللي هم كريم قاسم وعمرو عابد ومحمد سلام والشهير بهدرس بعد مسلسل مكي، وإلسي دي بنوته برضو صغيره عندها 16 سنه، وملك اورا. ربنا يخليك. ميرسي ليكم.